أطلقت مجلة أقليات المساندة لحقوق المثليين بالمغرب على صفحتها الفيسبوكية حملة للتضامن مع ما أطلق عليهن إعلامية فتاة القبلة القاصرتين والبالغتين من العمر 16 و17 عاما، واللائي تم اعتقالهن بمدينة مراكش ومتابعتهن بتهمة الشذوذ الجنسي. وكشفت مجلة أقليات بأن حيثيات الملف تعود إلى يوم الخميس المنصرم، حين مقام ابن خالة أحد المعتقلتين بتصويرهما وهما يتبادلان القبل على سطح البيت بمراكش، ثم شارك الفيديو مع بقية أعضاء الأسرة الذين لم يترددوا بدورهم في الاتصال بالشرطة ليتم اعتقالهن واتخاذ قرار محاكمتهن قضائية غد الجمعة. وعلاقتي بالموضوع، فقد نشرت حركة مالي للدفاع عن الحريات الفردية صورة تضامنية مع الفتاتين تظهر فيها مؤسسة الحركة زينب الغزوي وابتسام للشكر رفقة عبارة نحن من متباين الجنسي وندعم حقوق كل الفئات الجنسية، وهو الأمر الذي جعل العديد من النشطاء يتفاعلون بشدة، حيث تباينت الآراء بين مطالب بإخراج الفتاتين المعتقلتين وبين مطالب معاقبتهن بأشد العقوبات.